إذا مرحبا بكم أيها السادة والسيدات على هذا المقطع الجديد، مقطع خرافي خنفشاري دراماتيكي. قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك في هذه القناة ليصلكم كل جديدنا، ولا تنسوا أن تعطونا آراءكم في التعليقات. الآن بعد ما تهدنا أكثر واستوعبنا ما حدث في مباراة المغرب والسنغال، سواء اللي حدث في أرضية الميدان أو اللي حدث في المدرجات أو اللي حدث خارج الميدان أو اللي حدث للمغاربة المقيمين في السنغال، بصراحة شيء مؤسف جدا جدا. أنا أتأسف عن كل ما حدث. أنا ما كنت أتوقع كل هذه المسائل تحدث. نحن كمغاربة مرحابين مضيافين. لماذا كل شعب يأتي للمغرب يعمل قرون، يصبح لديه قرون؟ نحن نرحب بك، نوفر لك أحسن الأجواء، نعطيك أحسن إمكانيات وأنت بما تجازينا بأنك تؤذينا، تؤذي ملاعبنا، تؤذي الصورة التي نحن نريد أن نعطيها عن إفريقيا. للأسف نحن كمغرب بصراحة إفريقيا ليست مكاننا. نحن مكاننا مع الكبار. إفريقيا لا زالت متخلفة، مكانها مع الصغار، ستبقى صغيرة إلى الأبد. نحن أكبر من إفريقيا مع كامل احتراماتي لكل إفريقيا. لذلك وأيضا نتقدم بالتعازي للشاب الذي توفي إثر تعرضه للاعتداء من طرف ذلك الهمجي وذلك الحيوان الذي ضربه بالكرسي كما لاحظنا في بث المباراة. بصراحة ما ذنب ذلك الشاب؟ هو يقدم عمله، يعمل، يشتغل، يؤدي وظيفته، يجد نفسه في اعتداء ضد حيوان. يجب أن يعاقب بأقصى العقوبات. يجب أن تعاقب السنغال ومدربها على ما فعله في المباراة وعلى تهديده بالانسحاب من المباراة التي جعلت اللاعبين يخرجون من أجواء المباراة. كل هذه الأشياء يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. يجب أن نأخذ حقنا. انتهى زمن الترحيب والتضياف. يجب أن نأخذ حقنا، أن نصبح أكثر سلطوية. نعم، وداعا لذلك الزمن أن نرحب بالناس، نكرم الناس. هل لاحظتم الكرم أين أوصلنا؟ نقطة أخرى أريد أن أتكلم عنها، وهي ما كان يجب أن ندخل في تلك النزاعات. لا شجع مصر، شجع غير مصر، لا. اللي جاء ما نشجع نحن أي أحد. اللي يريد يشجع منتخبه، ونحن نقعد في حال سبيلنا. ذلك جعل أضواء كثيرة عنا أننا نشجع هذا المنتخب، نشجع هذا. لا، احنا ما نشجع. احنا بلد منظم محايد. أعتقد بأن أيضا تلك النقطة جعلت علينا ضغط، جعلت لدينا بلدان أخرى تجعل علينا ضغط من خلال صحافتها. ولهذا أيضا الصحافة المصرية الجزائرية كل إفريقيا كانت ضدنا، كلها كانت ضدنا، كانت تهاجمنا. كان ضغط كبير بصراحة. كانت المباراة النهائية على الورق كانت سهلة، ولكنها على أرضية الميدان وبفعل ما حدث من الصحافة ومن الدول ومن اللاعبين ومن المدرب ومن كل ما كان محيط بهذه المباراة كان صعب علينا. وكان يقول بأنه من المستحيل أن نأخذ كأس إفريقيا. ركلة الجزاء الضائعة من طرف إبراهيم دياز، ركلة لا يمكن أن نلومه عنها. هناك الكثير من القيل والقال، لو نريد أن ندخل في ذلك الطرح. على أي حال تلك الأمور تحدث مع أكثر اللاعبين خبرة، عادي، لا يمكن أن تلومه. بصراحة أكثر ما استفزني هو مدرب مصر ومشجعين مدرب السنغال، مدرب السنغال والمشجعين الخاصين بالسنغال. ما فعلوه في المباراة وما فعله مدرب السنغال بأنه أراد الانسحاب وأخرج لاعبين من أجواء المباراة، شيء لا يصدق، شيء لا يصدق. ويجب أن نضرب بنياد من حديد، وأن بطريقة قانونية أن ندافع عن أنفسنا وأن نأخذ حقنا بالقانون بطبيعة الحال، لأن ما حدث مخالف للقانون 100%.